السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى جميع الاصدقاء والصديقات يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم حلقه جديده من حلقات ديال قصص الرعب بالدارجه المغربيه. اليوم نعاود لكم واحد القصه اللي صرات لواحد الدري تيعاودها وتيقول بلا وقعت ليه في الصغر ديالو. المهم بلا ما نطول عليكم، كنتمنى ديروا واحد الجيم واشتراك تشجيعا للقناة باش نزيدو نقدمو قصص جديدة ان شاء الله ومرعبة. المهم نخليكم مع الاحداث ديال هاد القصة، نتمنى تعجبكم هاد القصة وما تنساوش تدعمونا. تيقول هاد الدري بلا صرات ليه هاد القصة في الصغر ديالو وكانت مرعبة وأثرات عليه وخلات ليه واحد الجانب سلبي في الحياة ديالو. واخا كبر بقى مازال كيتفكر هاد القصة. المهم القصة وما فيها تيقول هاد الدري بلا الاب ديالو كان كل مرة فين كتصيفطو الخدمة اللي خدام فيها، بحكم انه كان خدام مع واحد الشركة ديال البني، كان طاشرون. المهم كان كل مرة فين تيصيفطوه كان تيقوم بالعمل ديالو. هاد المرة كانوا صيفطوه لمدينة الجديدة باش يقوم بالعمل ديالو، وموالفين ديما الشركة اللي معاهم هو كيعطيوه السكن فين تيسكن بما كمل الخدمة ديالو، او بالاحرى داك الايام اللي كيدوز في الخدمة ديالو. المهم عطاو مدينة جديدة مشى باش يخدم، جمع حويجو هو ومرتو والدري اللي كيعاود لينا قصة اليوم. المهم تيقول بلي الاب ديالو جمع حويجو وامو وتا هو جمع حويجو ومشى مع والديه لمدينة الجديدة. مني دخلوا لديك الدار اللي عطاوهم الشركة، تيقول داك الدري بان هاد الدار كانت كتبان دار عادية يعني اي واحد يدخل لها انسان تعجبو. كانت مهوية، كانت مهوية، دار فيها الشمس كلشي، كانت الدار يعني عادية وجات في واحد موقع اللي مفوج. المهم تيقول الدري بلي الاب ديالو بدا الخدمة. فاش بدا الخدمة الاب ديالو في الايامات الاولى تيقول بلا ما شافو والو في ديك الدار، كانوا كيشوفوا فيها والو، كانت الدار عادية واكلين شاربين عايشين هو والام ديالو. والاب ديالو كان تيجي حتى الليل حيت كان تيبقى في الخدمة النهار كامل. المهم تيقول من بعد 10 ايام ديال الخدمة با خدام تما بداو كيصراو شي احداث غريبة في ديك الدار. هو دري صغير ما كانش كيدافع داكشي، ولكن كان كيشوف الام ديالو كيفاش كانت كتبقى تشوف وكتبقى تامل في داكشي اللي كان كيصرا في الدار. تيقول داك الدري بلا كانوا فيما كيحطوا شي حاجه في شي بلاصه ما كيلقاوهاش رغم ان تيقول الام ديالو انها كانت متاكده بلا كتحط ديك الحاجه في ديك البلاصه وما تلقاهاش. صراحه تيقول بلا الام ديالو عانات في الايامات الاولى باش كتلقى داكشي اللي كان كيتودر ليها، رغم انها كتكون متاكده انها حطتهم فوق اي حاجه قدامها، مثلا فحال الطبله ولا شي حاجه اللي باينه في الدار، ولكن كتفاجئ بان ديك الحاجه ما تلقاهاش. تيقول هاد الدري كان فيما تيجي الاب ديالو في العشيه كتقول ليه الام ديالو بلا راه اي حاجه كنحطها هنا في الدار ما كنلقاهاش، تيقول لها غير انتي وليتي كتنساي كتحطيهم في شي بلاصه وما تتعقليش. كتقولي لا انا متاكده بلا كنحط هادشي هنايا وهنا وما كنلقاهمش. المهم تيقول الدري بلا الاب ديالو ما تسوقش هاد الموضوع،
خلى الزوجه ديالو كتقول هذاك الشيء. المهم كيقول لها بلي راه انتي كتنساي، شوفي فين كتحطي داك الشيء. المهم حتى واحد النهار قررت الام دير واحد التجربه وملاحظه، انها حطات حوايجها في واحد البيت. كتفاجئ بالليل بان داك الحوايج ما كتلقاهمش في نفس البلاصه، كتلقى الحوايج رجعوا لبلاصتهم فين كانوا في الاول، فين كانت حاطاهم الام ديالو. هنايا عرفت بان الدار فيها شي حاجه ماشي هي هاديك. بقات الام مخلوعه الصراحه، مخلوعه تاع الولد ديالها. المهم فاش جا الاب من الخدمه قالت ليها شنو صرا. صراحه ما تيقهاش، وتيقول الدري بلا كان ديما الام ديالو كتشاجر مع الاب ديالو فاش كان كيجي من العمل، ديما كتنوض مع الصداع، ديما نايض الصداع بيناتهم، حيت كانت كتقول ليه وما كانش كيتيقها. كانت كتقول ليه بلا الدار فيها شي حاجه ماشي هاديك. كان تيقول ليها انتي وليتي كتنساي، وليتي غير كتشيئي في هادشي وغير كيبان لك، ما كاين حتى شي حاجه في هاد الدار وكلشي مزيان. حتى لواحد النهار هنا فين غتبدل الاحداث، وهنا فين نتاكدوا بان الدار ماشي هاديك بل كانت مسكونه. واحد الليله انا كنلعب في المراح ديال ديك الدار، وانا تلعب الصراحه كنتفاجئ بواحد المنظر اللي مرعب، اللي بقى لحد الساعه ما بين عيني. تيقول هاد الدري بلا ما بين 11 الليل و 12 كان تيلعب في المراح، فجأة تيبان ليه واحد الظل طويل امام العين ديالو. مني تيهز العين ديالو كيتفاجئ بوجود واحد الكيان اللي خلعو ورعبو. تيقول هاد الدري عمرو ما ينسى هاد المنظر اللي شاف قدامه. تيقول بلي شاف واحد الشخص اللي طويل وعنده رجلين ديال الماعز، وهو طويل وما شافش فيه، بقى غير واقف عاطيه بظهرو وكيشوف قدامه، ما شافش في الدري. وتيقول بالله عنده واحد الخليقه اللي في شكل عنده قرن طويل وقرن اخر مهرس. تيقول هاد الدري بالله فاش شاف هاد المنظر صافي ركابيه فشلوا عليه بالخلعه وما عرف شنو يدير. تيقول بالله مشى كيجري عند امو وريح حداها وهو كيترعد ما عرفش شنو صاري، ومبورش عليه لحمو وخايف الدري. قالت ليه مو مالك قول لي شنو كاين. تيقول هاد الدري بالله ما قدش يدوي ولا يتكلم، تيحس فمو بحال هاد الزيزن او لسان ما عندوش، ما قدش يدوي ولا يقول هذاك الشيء اللي شاف. وبقات مأثرة فيه هذاك المنظر اللي شاف في ديك الليلة. هنايا تيقول الدري بلا الام ديالو عرفت بلي شي حاجة صرات لولدها في هذيك الليلة، لانه هو بقى ساكت وغير حال عينو الدري، ما قد لي يدوي لي يتكلم. بحال الدري شاف شي حاجة اللي صافي فزعاتو، خلاتو ما قادش يتكلم، ما قادش يدوي، ما بقى لي ياكل لي يشرب، ما بقى لي يدوي لي يتكلم. والدليل 3 ايام. ناضت الام دوات مع الاب قالت ليه ولدك شاف شي حاجه في هاد الدار لحد الساعه باقي مبغيش يدوي، يومين ما كيدوي معايا، ما كيكلمني، وغير خايف وما كياكل ما كيشرب. المهم هنا الاب ملي شاف ولدو عرف بلي شي حاجه كاينه، بان ليه ولدو ماشي هو ولدو اللي جابو معاه المره الاولى. عرف بلي الدري صرات ليه شي حاجه او شاف شي حاجه اللي اثرت فيه، تخلاتو وبقى ليه ياكل ليه يشرب ليه ينعس. المهم تيقول هاد الدري بلي انا داك المنظر فاش شفتو قالك حسيت بشي حاجه فحالها حبسني على الهضره باش نقول الام ديالي والاب ديالي شنو كاين. رغم ان تيقول الدري بلي الام ديالو حسات بلي شي حاجه وقعت ليه، وعرفت بلي شي حاجه بلا وقعت ليه.
تيقول الدري بلا الام ديالو كيسمعها بالليل كتكدوم على اب ديالو كتقول ليه واش ما لاحظتيش بان هاد الدار ما ساكن معنا فيها حتى شي واحد، عطيناها الطاج وما عمرش الطاج الفوق منا او الطاج اللي تحت منا، واش هادشي ما جاكش غريب بان حتى شي واحد ما ساكن في الدار؟ تيقول الدري بلا الام ديالو هنا فاش دوات مع الاب ديالو، الاب ديالو عرف شي حاجه بلا راه الزوجه ديالو عندها الصح وانها قالت كلام منطقي. المهم هنايا الراجل بدا كيسول بعض الاصدقاء ديالو في الخدمه ويسولهم على ديك الدار، لان ديك الاصدقاء كانوا تما ولاد ديك المدينه. من يسولهم على ديك الدار كاين اللي ما عارفش على المعلومات، واحد السيد اللي كان عارف على واحد المعلومات فادوا بها، قال ليه بان ديك الدار كان اللي كيجي تما يسكن فيها الصراحه كان تيخرج ما كانش كيبقى فيها، كان كي ماكسيموم كيقول ليه يومين 3 ايام كانوا تيخرجوا بحالهم، ما كانوش يقدوا يطولوا في ديك الدار او يبقاو فيها. ولكن هذاك الراجل ما عرفش شنو السبب علاش كانوا ديك الناس كيخرجوا من ديك الدار. المهم هذاك الكلام قالوا لهذاك السيد. مني قالوا الراجل فاش رجع الراجل بالليل قال لمرتو بلا راني سولت على هاد الدار، قال لي السيد اش طرا واش طرا بلا ان هاد الدار راه كانوا اي ناس كيجيو يسكنوا فيها تيمشيو بحالهم في مده 3 ايام. هنا عرفوا بان الدار كانت مسكونه وان ولدهم طرات ليه شي حاجه وشاف شي حاجه، سيرتو ان الدري مبقاش كينعس، مكيشوفش النعاس كيفاش داير. هنا غتبدل الاوضاع وغتولي غادا اتجاه اخر. تيقول هاد الدري بلا داني الاب ديالي والام ديالي عند واحد الفقيه يقرا عليا ويشوف حالتي فين وصلات. ملي تيقرا عليا الفقيه انا كيقول الدري بلا انا حسيت براسي ما عجبنيش ديك الحال او نسمع هذاك القران اللي كنت كنسمع فيه، وهذا الشيء انا عاقل عليه وداز عليا وانا صغير. تيقول بلا ملي كيقرا عليا القران كنتخيل هذاك الراجل واقف قدامي اللي كنت شفت في ديك الليله ورعبني، كنتخيلو واقف امام ديالي وكيشوف فيا بواحد النظرات اللي مرعبه. سيرتو انا الصفه ديالو كانت خطيره واثرات فيا وصعيب ننساها، ما قدرتش ننساها ولو دقيقه. تيقول هاد الدري بلا فاش كان تيقرا عليه داك الفقيه كيتفكر غير داك السيد وكيململ راسو، وعرف بان الفقيه هنا الدري غير تمس ما طراتش لي شي حاجه، ولكني قال لهم بلا راه شافني شي حاجه في هذيك الليله فاش جا تخبى عند الام ديالو. تما عرف الدري بلا راه كان مقيوس، والاب ديالو عرف ولدو بلا انه تقاس وانا ديك الدار فيها شي حاجه. المهم تقول هاد الدري بلا حتى هنا والديه عرفوا شنو صاري في ديك الدار وبقاو متبعين مع ديك الفقيه حتى لديك المده فين سال الاب ديالو العمل وسال ديك الخدمه ديالو اللي كانت في ديك المدينه. وتقول بانه ولا بخير، ولكن عمرو ما ينسى داك المنظر اللي كان شاف، وعرف بان ديك الدار كانت مسكونه وكان كيطرو فيها شي حوايج ديما كانوا اي حاجه كتحط الام ديالو كانت كتحيد من تما، كيعرفوش فين كتمشي وعرفوا بان ديك الدار كانت مسكونه. المهم كانت هذه القصه ديال اليوم وهذه الاحداث، كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش تدعمونا بجيم والاشتراك تشجيعا للقناه باش نزيدو نقدمو قصة اخرى ان شاء الله، وشكرا.